كرة القدم بالنسبة لأغلب اللاعبين هي مجال النجومية والشهرة والمظاهر المبهرة، لكن ساديو ماني نجم منتخب السنغال ولاعب النصر السعودي واحد من أشهر اللاعبين الأفارقة غير الفكرة دي تماما وغير معاها آلاف الأسر من أهل قريته بمبالي بأعماله الخيرية وتبرعاته بالملايين لبناء المستشفيات والمدارس وتوفير الآلاف لفرص العمل. السؤال اللي بيشغل الكل، إزاي ماني قدر يكون مؤثر لكل أهالي قريته؟ وإيه سر المفاجأة الكبيرة في ثروته وطريقة صرفها؟ تعالوا نعرف كل الحكاية ونكتشفها، لأنها حكاية ملهمة بطلها نجم اختار الإنسانية قبل الرفاهية. ساديو ماني مش بس لاعب كرة قدم، ده أسطورة حقيقية على المستوى العالمي. سرعته وقدرته على التهديف خلت الملايين يحبوه، لكنه مش واقف عند الملعب. أعماله الخيرية كمان بتعمل فرق كبير في حياة ناس كتير. ماني بدأ مسيرته من قريته بمبالي، وبدأ حلمه وهو عنده 15 سنة. سافر عشان يحقق حلمه، ومع نجاحه بدأ يرد الجميل لقريته اللي عملته وعلمته كل حاجة. ساديو ماني بدأ في السنغال قبل ما ينتقل لأوروبا ويلعب مع نادي ميدز الفرنسي، وبعدين انضم لنادي رين ولفت الأنظار بأدائه المميز. بعدها لعب مع ساوثهامبتون الإنجليزي، وبعدين انتقل لنادي ليفربول وحقق معاه بطولات كبيرة زي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي. وفي صيف 22 انتقل لبايرن ميونخ، وبعدها انضم لنادي النصر السعودي عشان يكمل مسيرته الاحترافية القوية. حسب تقارير صحفية في مصراوي، ماني كلاعب النصر السعودي دلوقتي مرتبه وصل ل 40 مليون يورو سنويا، يعني حوالي 770 ألف يورو أسبوعيا. الناس بتلاحظ على ماني إنه ما بيحبش الفلوس، خاصة إنه مش مهتم بالبراندات والمظاهر زي أغلب لاعبين جيله. ولما كان في ليفربول قعد 6 سنين هناك عايش ببساطة، مع إن أغلب زمايله كانوا سايقين عربيات فخمة وعندهم طيارات خاصة، وده رغم مرتبه اللي كان مليون يورو تقريبا في السنة. ومع كده كان عايش في هدوء وبيلبس ساعة كاسيو بسيطة جدا قيمتها عشرات اليوروهات. ساديو ماني عمره ما كان ضد الفلوس، لكنه بيعرف قيمتها كويس قوي، وعمره ما نسي أصله وقريته. اتربى في ظروف صعبة بعيدة تماما عن الرفاهية، عشان كده بدل ما يتفاخر بثروته اختار يستثمرها ويعمل فرق حقيقي في حياة الناس. ووفق موقع مصراوي، ماني استخدم دخله لدعم قريته بشكل كبير، وعمل مستشفى لخدمة السكان في القرية، خصوصا انه فقد والده وهو صغير بسبب نقص الخدمات الصحية. عمل كمان مدارس لتعليم الأطفال، ودايما كان بيأكد ان التعليم هو اللي بيضمن المستقبل قبل المهارة والرياضة. عمل كمان مخبز حديث علشان يفتح فرص عمل ويوفر خبز مناسب للسكان، ده غير انه خصص دعم شهري لكل عيلة، وكمان ملابس مجانية للأطفال عشان يخفف الضغوط عن الأسر. ماني طور شبكة 4G من خلال شراكته مع أورنج علشان القرية تدخل عصر التكنولوجيا، وعمل محطات وقود بالتعاون مع أوركس السنغال، وكمان دخل أجهزة كمبيوتر للطلاب كدعم في الرعاية التعليمية، وخلى الطلاب المتميزين ياخدوا مكافآت ودعم مالي كمان. اتبرع لبناء مستشفى في قريته ودعم الحكومة السنغالية وقت بداية الكوفيد، واستثمر في التعليم وقدم دعم مباشر للأطفال والشباب، وحصل على جائزة سقراط لأول مرة لتكريمه على أعماله الإنسانية، واللي بتأكد محبة وتقدير من جمهوره كمان خارج الملعب. ووفق موقع أفريكانا فويس، ساديو ماني في 2023 اشترى نادي بورج فوت الفرنسي علشان يكون المالك الرئيسي للنادي اللي بيلعب في دوري الدرجة الرابعة الفرنسي، عشان يكون له تأثير بعيد المدى في كرة القدم مش بس كلاعب، ويبقى المالك الرئيسي للنادي ويقدر يخطط ويطور كل حاجة فيه، ويدي فرص للشباب الموهوبين سواء من فرنسا أو إفريقيا يشتغلوا ويتدربوا صح، وينقل خبراته الاحترافية من أوروبا لتطوير النادي. ساديو ماني مش بس نجم في الملعب، ده أسطورة خيرية في السنغال، بيثبت لكل العالم إن الشهرة والثروة ممكن تتوظف عشان تغير حياة الناس، توفر تعليم وصحة وبنية تحتية وفرص عمل، وكل ده من قلب قريته اللي بدأ منها حلمه الكبير. عطاء ماني خلاه اتبرع بأرقام كبيرة زي تبرع المستشفى بمبالي ب 694 ألف دولار، ومدرسة حكومية ب 347 ألف دولار، ومشاريع بنية تحتية وتقنية ب 972 ألف دولار. ده غير برنامج الدخل لدعم 2000 أسرة في قريته ب 1.8 مليون دولار سنويا، كنموذج اقتصادي عظيم في قريته بمبالي، بتوزيع 70 يورو شهريا على الأسر. ووفق موقع عكاظ، في سنة 2021 أعلن ماني عن تبرع ضخم لبناء مستشفى مجهز بأحدث الإمكانيات، وده جه في تجربة شخصية لأنه فقد والده بسبب غياب الرعاية الطبية. قيمة المشروع كانت حوالي 500 ألف جنيه استرليني، يعني تقريبا 694 ألف دولار. المستشفى فيها قسم ولادة وخدمات متخصصة عشان يكون قبلة للأهالي الخاصة بالمنطقة دي والمناطق المجاورة كمان. قبلها بسنتين، سنة 2019 مول ماني بناء مدرسة حكومية متكاملة بتكلفة 250 ألف جنيه استرليني، يعني حوالي 347 ألف دولار.
ماني ضخ استثمارات مباشرة في البنية التحتية، كمان محطة وقود لخدمة القرية والمناطق القريبة، وعمل مكتب بريد لتسهيل الخدمات الحكومية. والمشاريع دي اتكلفت مع بعض أكتر من 700 ألف جنيه استرليني، يعني حوالي 972 ألف دولار. ماني كمان بيقدم منح مالية للطلاب المتفوقين بتوصل ل 400 يورو، وكمان بيوزع أجهزة لابتوب وملابس رياضية للأطفال. بالمبادرات دي بيفتح ماني باب للجيل الجديد يعيش حياة مختلفة عن اللي عاشها هو في طفولته. ووفق موقع عكاظ، فحاليا تبرعات ماني تجاوزت 3.8 مليون دولار علشان يبقى هو رمز كروي مهم وقدوة إنسانية كبيرة جدا.